اهلا بيكم. ايه موضوع هبه السيد صاحبه قناه ام زياد وهبه؟ الموضوع هقوله لكم من الاول خالص، من البدايه. من البدايه هي كانت سيده بسيطه جدا اسمها هبه السيد، ومتجوزه ومعاها 5 اولاد ما شاء الله يعني. وكانت اسره بسيطه جدا، وكانت اسره هاديه قوي، لحد ما هي قررت ان هي تعمل قناه زي بقيه الستات اللي هم نفسهم يعني يشتهروا او يكسبوا فلوس. جوزها وافق وقال لها اعملي القناه. بالفعل عملت القناه، وهي واضح ان هي ست بسيطه في التعليم وفي يعني في الذكاء او في التكلف. فابنها اللي ساعدها في الكلام دوت. ابنها ما يعديش 18 سنة قال لها انا هساعدك. بدأ ان هو اللي يصورها، وهو اللي يعمل المونتاج، وهو اللي يعمل كل حاجة، ومعاه الباسورد ومعاه القناة كلها، وهو اللي بيفهم في الكلام دوت. اما هي مش بتفهم حاجة، هي بتتكلم وخلاص. وكانت بتتكلم بتلقائية شديدة هي واولادها، وكانت بتدخل اولادها معاها بالتصوير، وكانوا يروحوا ياكلوا بره، يروحوا يعملوا روتين في البيت، اي حاجة زي كده. والقناة ما شاء الله طلعت وكبرت وبقت 150 ألف وزيادة كمان. والحياة بقت وردي. حبت بقى ان هي تعزل من البيت اللي هي فيها، الشقة اللي هي فيها طبعا، وتروح شقة جديدة احسن واشيك وكده. في الأثناء دي كانت اتعرفت على واحد اسمه حسن مشالي على الفيسبوك المدعو، اللي الستات بتخون كل أزواجها يعني إلا ما رحم ربه طبعا. احترامي للستات كلها. لما حد بيدخل يا جماعة على الفيسبوك خلاص ويكلم ويعمل شات مع حد، انسى بقى أي واحدة ست تعمل شات مع واحد غريب، لازم يعني بيحصل حاجة. المهم عمل الشات معاه واتعرفت عليه، وهو كان بتاع الموتان. هو في محافظة وهي في محافظة تانية خالص. اتعرفت عليه وقالت له تعالى اعمل لي الالموتان بتاع الشقة ده، على كلام جوزها اللي حكى، اللي هو طليقها حاليا. فقالت له انا هجيب واحد من المحافظه كذا علشان يعمل لي الالموتات بتاع الشقه. قال لها يعني من قله اللي هنا، لا جيب لنا حد من هنا. قالت له لا انا عايزه ده بالذات، وصممت على دوت. لحد دلوقتي دوت ايه، مجرد واحد عامل هيجي يعمل لها المطبخ. بالفعل جه عمل لها المطبخ بتاعها، وعملت له اعلان، وراحت مصوراه وقالت يا جماعه والله انا ما اعرفه، ده هو في محافظه تانية، وانا اتعرفت عليه على الفيس، لقيت شغله كويس. بصوا عامل لي ايه في الدولاب، وبص عامل لي ايه، عرف نفسك يا حسن. عرف نفسه حسن، وانا حسن مشالي، وفي الحته الفلانيه وبعمل قلموتان وكده. تمام لحد كده كويس. بعديها ما فيش يعني ايام ولا شهر طلبت الطلاق من جوزها، وقالت له انا هتطلق ولازم اتطلق، ووقفت له وانا هدفع لك حق المأذون. اخدته للمأذون ودفعت حق المأذون واتطلقت. بعديها على طول بعد 3 شهور راحت متجوزه حسن مشالي. اتجوزته وهو اصغر منها في السن، واخدته في شقتها اللي هي جايباها بشقها، وقعدته معاها، وتقريبا كانت بتصرف عليه. الله اعلم بقى كانت تصرف عليه. حلو لحد كده حلو. الحياه كانت ماشيه وردي. عامله ايه بقى؟ عامله على التيك توك صفحه، وعامله على الفيسبوك صفحه، وعامله قناتين مش قناه واحده على اليوتيوب، وابنها عامل قناه، وبتكسب ما شاء الله مكاسب رهيبه. التيك توك لوحده كانت بتعمل لايفات، واللايفات دي بتجيب فلوس كتير جدا. وانت جبتي شقتك ومعاكي فلوس ما شاء الله، وخلاص بقى الحياة وردي. ايه الداعي ان تعملي كده؟ جات لها فكرة هي وابنها مجنونة، ان هي تيجي تعمل فيديو تقلب الدنيا بيه وتطلع بيه الترند. طب الترند ممكن انتوا تخيلكم ممكن تعمل ايه؟ إيه اللي ممكن تفكر فيه يطلعها ترند؟ عرض وشرف بنتها، تخيلوا، وابنها. في حد يعمل كده في الدنيا؟ طلعت لنا بفيديو على اليوتيوب، ومش على اليوتيوب بس، على كل التواصل. اجيلكم حاجة في حاجة. عملت فيديو قالت ان انا شفت ابني مع بنتي نايمين مع بعض قبل ما اتطلق من جوزي، وقلت لجوزي، وجوزي ما اخدش موقف، وقلت له اضربهم اعمل فيهم حاجه، ما اخدش اي موقف. وجم عيالي الصغيرين دولت، ومقعده عيالها الصغيرين جنبها. عيال انتوا مش شفتوهم؟ راحت البنت الصغيره اللي ما عدتش ال5 سنين قالت اه شفت اخويا، سوري في اللفظ، يعني مش قادره اقولها. فازاي تخلي البنات العيال الصغيره تقول الكلام دوت؟ ازاي هي تطلع تقول على بنتها، بنت البنوت كده الصغيره اللي ما عدتش 18 سنه هي وابنها؟ ازاي؟ الانقح من كده بقى. قالت انا شفت شات بينها كمان، اخته شافت شات بينها بينه وبين واحد صاحبه، بيقول انا نفسي انام مع ماما، انا شفت ماما بترضع اختي جسمها حلو ونفسي انام معاها، وقايل كلام وحش كتير. تعمل هي ايه بقى ده لو اللي حصل الشات ده حقيقي؟ بتقول رحت قلت لجوزي اللي هو جوزها حاليا حسن النونه. راح واخده قال له عيب دي امك وما اعرفش ايه، وكلمه. كل ده بتقوله للناس كلها.
بعد كده عملت لايف على تيك توك، انا حضرته بنفسي وسمعته، عماله تقول لهم لا نام معاها نوم. فواحده بتقول لها طب هي بنت بنوت، قالت لها لا، ما هو ممكن تبقى بنت بنوت وهو نايم معاها. افهمك ازاي اكتر من كده؟ يعني هو بينام معاها عادي خالص ومحافظ ان هي بنت بنوت، والله اعلم برضه هي بنت بنوت ولا لا. دي امها اللي بتقول كده، انتوا متخيلين معايا اللي بيحصل؟ امها اللي بتقول على بنتها كده. لا دي مأساة، دي فجعة، دي نصيبة، دي كارثة، أنا مش متخيلة والله العظيم. المهم كلنا طبعا قلنا لازم الست دي يتقبض عليها، ومجلس القومي للمرأة طبعا والطفولة والدنيا اتقلبت عليها وعملوا فيها بلاغات كتير جدا. تم القبض عليها بالفعل، والكلام ده كان ابريل اللي فات. قعدوا شهرين يحققوا معاها ويجيبوا الشهود وكده. ابنها بعد ما اتقبض عليها طلع فرحان قوي وبيتكلم وبيقول الحمد لله ربنا جاب لي حقي. طب تعالوا بقى اقول لكم ابنها اللي بيقول جاب لي حقي وما اعرفش ايه. ابنها معاه الباسورد واخد منها القناه اللي هي الكبيره، وقالت انا عملت قناه تانية يدخلوا فيها، ودخلوا فيها الناس وكبرت برضو. ده الكلام ده انا بقول لكم في ايام، يعني القناه كبرت في ايام، وده حاجه يعني بتحصل قليل قوي. بالرغم من كده الولا معاه الباسورد، واخدين بالكم، ومعاه القناه. طب انت لو انت مستعر من اللي هي امك قالته واللي انت مكسوف من اللي امك قالته، ليه ما حذفتش الفيديو؟ ما يقدرش لان الفيديو تخطى المليون فبيجيب فلوس بالهبل. ازاي هيحذف الفيديو؟ مش مهم شرفي، مش مهم شرف اختي، مش مهم اي حاجه، المهم الفلوس اللي تيجي. طب هي لما لقيت الدنيا اتقلبت عليها وحقوق المراه وحقوق الطفل والدنيا كلها مقلوبه، ليه ما حذفتش الفيديو؟ لا برضه عشان الارباح، كلهم الفلوس عمت عينيهم. طب ليه وانت معاكي فلوس كتير؟ ايه الطمع ده؟ عشان بس اللي صعبان عليهم ام زياد وبيقولوا لا حرام ما اعرفش وحامل من الجديد، وبعدين عامله فيديو تاني تقول ايه؟ هو انا حامل من الجديد وانا من القديم؟ ما هو هي الفتره قصيره قوي الطلاق، يعني اتطلقت ولحمت على طول. اعتقد ان هي ما استنتش العده كمان. فيعني مش عارفه ازاي لحقت تبقى حامل، فالناس مش عارفينها هي من الجديد ولا من القديم. حاجه مسخره وقله ادب، ايه عيله يعني عيله فوضى خالص. المهم النيابه في اثناء التحقيق فجرت مفاجاه بقى. اتضح ان ابنها عارف ومتفق معاها، وهو اللي كان بيصورها هو وجوزها، وان هما الثلاثه متفقين، جوزها اللي حاليا حسن نونه، فكانوا متفقين هما الثلاثه ان هما يطلعوا ترند وهيتقسموا طبعا الارباح، وهم اللي مصورينها وهم اللي قايلين لها العيال يبقى موجودين عشان يبقى يحصل فيه اثاره في الفيديو. وطلع ان هما مشاركين. في الاثناء ديت انا قلت لكم الولد طلع بقى يستعطف الناس ويقول لهم انا عملت فيا وما اعرفش ايه، عشان يلم فلوس هو كمان ويعمل لايفات على التيك توك. وجوزها راح عمل قناه، طليقها عمل قناه وعلشان يطلع على قفاها وحكى اللي حصل. وجوزها حاليا عمل قناه هو كمان، وقال انا جوز اسمها ايه دي هبه، وعمل قناه، والقناه طلعت برضه وكبرت. عاملها من 5 ايام بس، اسبوعين تقريبا، لا من اسبوعين، وما شاء الله دلوقتي 22,000. وطالع بقى يشحت وياخد فلوس هو كمان، ويقول لهم اصلك انا غلبان ومش قادر اجيب لها محامي وهي محتاجه محامي، بالله عليكم لو حد يقدر يساعدني انا سايب تليفوني عشان لو حد عايز يتصل بيا يديني فلوس عشان اساعدها، او يجيب لي محامي كبير، بس انا ببعت لها الاكل وببعت لها العلاج بتاعها، وراعوا انها حامل وراعوا انها ست وراعوا طول الفيديو بقى يشحت بقى ويستعطفهم ويقول لهم بقى على حالتها ومش حالتها عشان الناس تصعب عليها وايه، وتبدا تديله فلوس ويساعدوها. فده طلع يشحت من ناحيه، ومنها يطلع يشحت من ناحيه، واتضح ان هم مشاركين معاها في النصيبه الكبيره ديت. هي اعترفت طبعا في النيابه العامه، والنيابه عملت تحرياتها الشهرين دولت، وجابوا ابنها اعترف برضو بكل حاجه، قبضوا على الولد، ودلوقتي هو وهي في السجن، وتحولوا النيابه العامه حولتهم على الجنايات هيتحاكموا، وامروا بضبط واحضار طليقها، جوزها قصدي، جوزها عشان الناس عندها بس ايه لخبطه ما بين طليقها وجوزها الاولاني. لا هو طليقها الاولاني وجوزها حاليا، لا هو اللي تم يعني اللي اصدروا القرار اللي عايزينه حسن مشالي اللي هو جوزها حاليا، اللي هو طلع يشحت عليها ويقول انا عايز فلوس ومش عايز فلوس. دلوقتي بيدوروا عليه وهو هربان، بس طبعا في امر ضبط واحضار، فهيجي من قفاه طبعا، ويفرحنا بقى بالفلوس اللي لمها اللي شحتها على قفاها.
والفلوس اللي هم حاولوا يتاجروا بشرف العيال، حتى لو هو الولا قبل بكده على نفسه، ما كانش مفروض ان هي ام تعمل كده ابدا ابدا، مهما الولا يقول لها ومهما الولا يقنعها، لكن تبيع شرف بنتها. طب والبنت تتجوز ازاي؟ والبنت يبقى سمعتها ايه؟ يعني انا مش قادره اتخيل اللي فيه بشر بالشكل ده، مش قادره اتخيل اللي فيه عقليه لسه بالشكل ده. متوقع بقى ان هم ياخدوا 10 سنين، بالذات ام هبه هتاخد، مش قصدي هبه السيد اللي هي ام زياد، مش اقل من 10 سنين. والولا بقى ربنا يستر عليه، مستقبله كده ضاع اعتقد يعني. هنشوف الايام الجايه.